ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلابي وطالباتي الأعزاء في قناة عالم الرياضيات مع مس مديحة حمدي. النهاردة هنبدأ في الدرس الثالث في الوحدة الثالثة، وهو تطبيقات التوازي. تطبيقات التوازي هي العلاقة ما بين أطوال أجزاء القواطع المحصورة بين المستقيمات المتوازية، وطبعا احنا بنستخدم فيها حاجات كتير. وتعالى ناخد معانا هنا أول نظرية 1-3 بيقول: إذا قطع مستقيم عدة مستقيمات متوازية وكانت أجزاء القاطع المحصورة ما بين هذه المستقيمات متساوية في الطول، فإن الأجزاء المحصورة بينهما لأي قاطع آخر تكون متساوية في الطول أيضا. يعني هنا انتوا زي ما شايفين احنا عندنا عدة مستقيمات، ادي 1 معنا، ادي مستقيم، وادي 2، وادي 3، وادي 4، وفي مستقيم هنا اهو قطعهم كلهم. تمام. المستقيم اللي قطعهم ده خلى هنا ال1 يوازي ال2 يوازي ال3 يوازي ال3 يوازي ال4. تمام كده حبايبي. يعني هنا التوازي ده حقق ايه؟ حقق هنا ان الاي بي ساوت البي سي ساوت السي دي. هنقول هنا ان اذا الاي بي هتساوي هنا البي سي هتساوي البي سي هتساوي السي دي. طيب يعني كده هما القطعة دي هنا متساوية، وايضا الاي اف هتساوي الاف جي هتساوي الجي اتش. تمام. اذا القطع هنا المحصورة ما بينهم هنا دي متساوية. يعني مثلا هنجيب لكم مثال على النظرية دي مباشر. تمام. الشكل اللي شايفينه قدامكم في الشكل التالي: عندنا اوجد قيمة اكس. هو هنا عايز يوجد قيمة اكس. عندي هنا برضو قطع مستقيمة وقطعها مستقيمان. تمام. اذا عندنا الاي بي هتساوي هنا البي سي. هنقول بما ان ال1 يوازي ال2 يوازي ال3. تمام. هنقول هنا اذا عندي الاي بي هتساوي عندي البي سي. تمام كده. هنساوي هنا هنقول 7x زائد 1 هيساوي هنا 22. عندي هنا اتكونت معادلة هنحلها عادي خالص. هنجيب الواحد هنا بعكس اشارته -1. اذا هنا عندي 7x هتساوي هنا 21. هنقسم هنا على 7 وهنقسم هنا على 7. اذا قيمة الاكس عندي هنا بتساوي هنا 3. اذا انا قدرت ان انا اجيب هنا قيمة اكس بالتوازي اللي عندي. طيب هو الدرس ده بس بيحتوي على عدة من نظريات، بس لو فهمتوها كويس هتقدروا تحلوا عليها. نظرية 2-3: الشعاع المرسوم من منتصف ضلع في المثلث موازيا إحدى الضلعين الآخرين ينصف الضلع الثالث. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الكلام ده لو اترسم شعاع هنا من منتصف ضلع من الأضلاع بتاعة المثلث، أولا الضلع ده أو هنا الدي هتبقى هنا منتصف الاي بي، ومادام منتصفها يعني بتنصفها، يعني الاي دي بتبقى قد الدي بي. تمام كده. وتوازي ايضا الضلع الثالث، يعني بتنصف الضلعين. الشعاع المرسوم من منتصف ضلعين في المثلث موازيا احدى الضلعين الاخرين ينصف الضلع هنا الثالث، وطبعا هنا بيبقى موازي لده. طيب دي برهانها كده يتكتب ازاي؟ هنقول هنا اذا كانت دي نقطة منتصف AB، هنقول هنا دي منتصف عندي AB.
تمام كده يا حبايبي. اذا وهنقول ان الدي اي هنا بتوازي عندي البي سي. تمام. وهنقول ايضا ان اي نقطة منتصف الاي سي، الاي منتصف عندي الاي سي. طيب هنستنتج من ايه ده ان الاي دي بيساوي الاي سي. الاي دي الاي اي اسفة بيساوي الاي سي اهي، ان الاي اي بيساوي الاي سي زي ما احنا قلنا. الاي دي بيساوي الدي بي، طبعا لما دي هي منتصف الاي بي. تمام. نقدر نطبق مثال مباشر على النظرية دي. تمام. نجيب مثال. قبل ما نجيب مثال على النظرية لازم ناخد نظرية 3-3 علشان هي فيها ارتباط ايضا. نظرية القطعة المتوسطة. القطعة المتوسطة المرسومة بين منتصفي اي ضلعين في المثلث توازي الضلع الثالث وطولها يساوي نصف الضلع الثالث. القطعة دي المرسومة هنا عندنا بتوازي هنا الضلع الثالث. تمام. وبتساوي نصفه، يعني لو كان عندي ده مثلا 10 ده هيكون هنا هو 5، او العكس لو هو كان مدينا القطعة دي 5 كانت البي سي هنا هتساوي عندي 10. احنا بنقول النظريتين دول او نظرية القطعة المتوسطة ورا النظرية دي علشان خاطر فيهم ارتباط، او المسائل اللي بتيجي عليهم بيبقى ليهم ارتباط ببعض. ومن هنا نجيب اول مثال معانا. اول مثال معانا هنا بيقول في الشكل التالي عندي البي سي والاي بي بيساوي 16. البي سي هنا ده بيساوي 16 سنتي. تمام. وعندي الاي بي دي كلها بتساوي 16 ايضا 16 سنتي. منها الاي بي هنا ب2 سنتي. تمام. يعني احنا لو ابتدينا ان احنا نثبت من الشكل اللي قدامكم ده، اول شيء هنا هنقول اني عندي زاوية اللي هي القطعة F هنا هنقول في المثلث ABC. عندي هنا بما ان عندي الF منتصف، الF دي منتصف الAC. تمام. وعندي ايضا الDF، عندي الدي ايضا منتصف عندي الAB، وDF يوازي الBC. الDF يوازي الBC. طيب نقدر نستنتج ايه من التوازي ده؟ تمام. نستنتج طبعا ان اكيد في هنا زاوية يا اما تناظر يا اما تبادل يا اما تداخل، بس احنا عايزين نثبت كده اني هنا عندي الدي اف هتساوي نصف البي سي. الدي اف عندي هنا نصف البي سي، يعني لو هنا ده 16 هنا ده هيبقى 8. هنقول اني الدي اف يساوي نصف عندي البي سي يساوي عندي هنا 8 سنتي. طيب ايضا هنقول اني الدي بي تمام. الدي بي دي مادام هنا بتنصفها يبقى الحتة دي بتبقى نص الحتة دي، وهي كلها عندي هنا 16. علشان كده هنقول اني الدي بي ايضا هتساوي نصف عندي الاي بي، يعني الحتة دي هنا هتساوي 8.
الحتة دي هتساوي 8، منها طبعا هنا 2 سنتي. نمسح كده بس عشان تظهر البيانات. ايوه. طيب احنا قلنا دي كلها 8، منها 2 سنتي هنا. تمام. اذا الدي اي اللي عندي هنا مرسومة في الرسمة، اذا الدي اي هتبقى عندي 8 ناقص 2 هيساوي 6. تمام. يعني عندي انا القطعة دي اللي هي الدي اي، هو جايب لي الاي بي هنا 2 سنتي. تمام. اذا هي دي هتبقى 6 سنتي، الدي اي هتبقى هنا عندي 6 سنتي. تمام كده، لان هو جايب لي الاي بي عندي هنا جايبها لي 2 سنتي، وهي دي الدي بي كلها 8، فطرحنا هنا طلعنا هنا الدي اي اللي هي 6، يعني الدي اي طلعت عندنا هنا 6 سنتي. هنبتدي ان احنا طبعا انا جبت ده 8 وجبت ده 6، وده هنا عندي الزوايا اللي هي فيها عندي الزاوية دي بتساوي الزاوية دي بالتناظر. هنقول بما ان هنكمل هنا، بما ان الدي اف هيوازي البي سي، اذا عندي قياس زاوية اف دي اي، اف قياس زاوية اف دي اي هتساوي عندي قياس زاوية A B C A B. معلش نكتبها هنا بس عشان تبقى واضحة ليكم. قياس زاوية هنا A B C. تمام. هتساوي هنا 90، عندي هنا 90 درجة داخلتان وفي جهة واحدة. تمام. هنا هنقول داخلتان. اذا هنا التوازي ده هيحقق ان دي هتبقى هنا دي 90 درجة ودي 90 درجة اهو، دول كده داخلتان وفي جهة واحدة من القاعدة. تمام. اذا هنا هنقدر نجيب الاي اف بفيثاغورس. تمام. هنقول الاف اي تربيع اللي هي ساعتها هتكون الوتر هتساوي عندي هنا جذر 8 تربيع و6 تربيع، 8 تربيع زائد 6 تربيع، يبقى عندي هنا القيمة هتطلع عندي 100، يعني كده 10. تمام. 10 سنتي، وهو ده هنا المطلوب اثباته. يبقى نقول تاني، احنا اول حاجة اشتغلنا على المثلث ABC وقلنا ان الاف منتصف AC، وقلنا ان الدي منتصف AB. اذا هنا الدي اف بيوازي البي سي. تمام. هنستنتج هنا ان الدي اف هيساوي نص البي سي، هيساوي هنا 8. وايضا هنستنتج هنا مادام دي بتنصف الاي بي، اذا الاي دي بيساوي الدي بي، يعني هنقسمها هنا نصين، يعني دي 8 ودي كمان ايضا 8. هنا حاطط لي ان الاي بي هنا 2 سنتي، علشان كده انا طرحتها قلت 8 ناقص 2 هيساوي 6، يعني طول القطعة الدي اي عشان خاطر هي تبع المثلث اللي احنا عايزينه الدي اي هيساوي 6. وخلاص اثبتنا ان الدي اف هنا هتساوي 8. هنا عندي التوازي بيخلق لنا طبعا يا اما تداخل يا اما تناظر يا اما تبادل. تمام. فهنا عمل لي زاويتين داخلتين. تمام. اذا زاوية دي بتساوي زاوية هنا بي داخلتان. تمام. جبنا منها الاي اف في فيثاغورس هنا علشان هو طبعا الوتر اللي هو قدام القائم، وبقيت هنا 10 سنتي. وبكده خلص حل المسألة. ناخد مسألة كمان علشان خاطر نثبت صحة النظرية التانية.
المثال اللي قدامكم ده في الشكل المقابل اللي قدامكم ده، هنا عندي المثلث x y z، ولازم هقراه كده طبعا لان الزاوية القائمة هنا بتبقى في النص. لو احنا لاحظنا هنا ان الزد اكس اللي هو الوتر اللي قدام القائم موجود، وعندنا ضلع اللي هو الواي اكس اللي هو ب9. اذا هنا عايزين الواي زد، هنجيب الواي زد الاول. تمام، هنقول في المثلث اكس واي زد، اكس واي زد، هنا اكس واي زد طبعا هنا قائم الزاوية، قائم الزاوية طبعا في واي. تمام كده. هنقول هنا فيه اني عايزين طبعا اللي هو الاكس الواي زد، هنا عايزين احنا الواي زد، واي زد تربيع هيساوي عندي هنا الاكس زد تربيع اللي هو الوتر ناقص الضلع اللي هو موجود الواي اكس تربيع. تمام كده. الواي زد تربيع هيساوي هنا تحت الجذر هنشوف هنا طبعا هنا 15 تربيع ناقص عندي 9 تربيع. هنطلع الكالكوليتور نعملها عادي مع بعض. طلع الكالكوليتور، هنعمل طلعها، هنربع عندنا هنا ال15، هنقول 15 هنا في 15. تمام، هيدينا هنا 225 225. تمام، نعملها على طول بس عشان خاطر ايه ما نستغلش هنا اماكن كتير، علشان في هنا بقية الاثبات. هنا 225 وهنقول ناقص طبعا 9 هنا 81 ناقص 81. طيب هتدينا 144، وجذر ال 144 زي ما احنا عارفين يا حبايبي. ايوه برافو عليكم، هنا شطار. جذر ال 144 هيدينا هنا 12، يعني هنا هيساوي هنا 144، والجذر بتاعها هيساوي هنا 12. طيب يعني احنا كده قدرنا نوصل للضلع اللي هو ده هيبقى هنا 12. طيب هنا هنبتدي نشتغل على المنصفات اللي موجودة عندنا الام والال والكي. هنبتدي نقول ان هنا الام ال بنقلنا الام ال ده هنا قطعة متوسطة. طيب هنستفاد منها ايه القطعة المتوسطة دي؟ ان هيبقى هنا الام هتساوي هنا نصف الاكس زد، الام عندنا هنا والاكس زد يعني هتساوي نصها، هنا هتساوي 7.5. ايضا عندي هنا قطعة اخرى وهي الكي، هنا عندي الكي طبعا هتساوي نص الواي زد، و الكي برضو هنا قطعة بتساوي نص الواي اكس. تمام، عندنا نصف الواي اكس يعني هنا هتبقى عندي تساوي 4.5. وايضا عندي الام كي دي ايضا برضو قطعة متوسطة. تمام، وبنقول في كل واحدة هنا قطعة متوسطة علشان خاطر يبقى اثباتك صح. والام كي هتساوي نص عندي هنا الواي زد، يعني هتساوي نصف الواي زد. هو الواي زد هنا عندي هنا ب12 طلعناه، اذا نصف هنا 6. اذا هنقول هنا هو طالب من عندي المحيط. هنبتدي نجمع جميع القطع دي علشان خاطر نجيب المحيط بتاعها.
محيط المثلث، المحيط يساوي المثلث، محيط المثلث KLM هتساوي عندي هنا 8 عندي هنا 7.5 زائد 4.5، 7.5 زائد 4.5 زائد 4.5 زائد 6، هيطلع عندي هنا المساحة 18 المحيط 18 سنتيمتر. تمام، وبكده خلصت حل المسألة. يا رب يكون حبايبي يكونوا فهموا الدرس كويس وفهموا المسائل اللي عليه كويس، وان شاء الله في المراجعات هنقدم مسائل تكون فيها افكار تانية. كان معكم مس مديحة حمدي من قناة عالم الرياضيات. ارجو انك تشيروا الفيديو ده علشان يستفيدوا زمايلكم، وانكم تعملوا اللايك الحلو للمس عشان هي بتدعمني ان انا اقدم لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.